السلام عليكم. مبدئيا كده قبل اي حاجه مبروك للاهلي وجمهوره وهارد لك للزمالك، اديتوا ماتش محترم، الفرقتين لعبوا ماتش محترم جدا. الزمالك والاهلي لعبوا قمه من احسن القمم اللي حصلت في القمه المصريه، وقدروا ان هم يقدموا مستوى مشرف وقدروا يقدموا كوره. مبدئيا كده اليوم كله كان كوره مميزه، يعني حتى سيراميكا كليوباترا وبيراميدز اللي هنتكلم عليهم في الاخر خالص كانوا برضو مقدمين ماتش مميز. مبدئيا كده انا بعتذر جدا ان انا ما قدرتش اطلع امبارح كنت قاعد في تجمع اسري وكنت بتفرج مع صديقي وصاحبي وقريبي دلوقتي هشام صبحي ابو حياه. هشام اصلا زملكاوي متعصب جدا وبيخبط وبيرزع. انا كان نفسي اصور له كام فيديو بس للاسف كنا في تجمع اسري ما كانش ينفع. فالحمد لله ان احنا كسبنا، لان هشام اصلا لما بيكسب بيقعد يزيد مثلا 80 سنه مثلا ولا حاجه لحد ما يجي الماتش اللي بعده. هي بس كده بالراحه واحده واحده نشوف كولر كان بيلعب ازاي. كولر كان بيلعب يا باشا، احنا بنلعب دلوقتي 4-3-3. في حاله الهجوم ببقى 2-1-3-4. في حاله الدفاع او الهجمه المرتده بلعب ب3-3-3-1. ودي كانت اول مره اشوفها كولر اللي كان بيلعبها بطريقه حلوه جدا جدا. وفكره المان تو مان، الاهلي انا ما شفتوش قبل كده بيلعب مان تو مان، ودي كانت حاجه كويسه جدا. انا ابتديت اطمن على الاهلي، انا خلاص يا باشا، انا هروح العند، انا هدغدغهم، انا هرقشهم، انا هعضهم من فخادهم حرفيا، انا هاكل قلبهم كده. معانا تقريبا اول 21 دقيقه قدرنا ان احنا نوصل باربع فرص محققه، كنا قادرين ننفذ منها 4 تجوان محققين لولا تالق عواد اللي كان مميز جدا 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 في الماتش ده. يعني مثلا يحيى عطية الله كورتين، واحده في اول الماتش وواحده في الدقيقه 21 من فاولات يحيى عطية الله اللي رجله مظبوطه جدا، واللي عواد كان قادر مركز معاه والتايمنج بتاعه كان هايل جدا جدا. حسين الشحات في الدقيقه 8 وهجمه، انا قلت خلاص يا باشا الكره دي جول، الحمد لله يعني قدر الله ما شاء فعل. نفس الكلام عشان في الدقيقه 14 وسام يشوط كوره قويه جدا بانفراد تاني وبرضه يتالق فيه عواد. وسام اللي كنت قادر ان هو يشوف ان هو يباصي احسن من ان هو يصوب. عشان يجي بقى في الدقيقه 27 اول هجمه للزمالك دخلت 3 خشبات، يعني دخلت الجون برعونه من ياسر ابراهيم في ان هو يطلع من الدفاع، في رعونه من الشناوي وطلوع خاطئ عشان يطلع الشناوي على تقريبا على نقطه 18 على نقطه الجزاء عشان سيف الجزيري يحط جون، اللي هو بيقول له خد يا جزيري حطها جون، ما فيهاش حل تاني. المهم الحمد لله الفار، بنرجع للفار والفار بيلغيها. بس انا نقف هنا وقفه. هو من امتى برجع حكم الساحه للفار عشان يشوف خطوط؟ يا باشا انت اللي معاك الزوم ان والزوم اوت، انت بترجع اصلا الحكم ليه؟ الحكم ده يرجع مثلا يشوف ضربه جزاء، يشوف تدخل عنيف يديله طرد، لكن هنشوف خطوط؟ ايه ده يا باشا؟ ده مش قادر استوعبها او مش قادر اشوفها غير ان انت يا اللي قاعد في غرفه الفار مش قادر تاخد قرار تلغي جون للزمالك. ده انا مش شايفها غير كده. عشان يمشي بقى الشوط الاول كله من بعد الكره دي، شوط هنا وتصويبات هنا وروح هنا وعواد يتالق هنا والاهلي بيروح بهجمات هنا والزمالك ما بيعملش حاجه، مفيش رد فعل. عشان يخلص الشوط الاول بتصويبه من امام في الدقيقه 49 اللي هي 4+45 عشان يخلص الشوط الاول. انا قلت بس الاهلي هينزل الشوط الثاني بقى هادي كده وريلاكس ونلعب على هادي لحد لما نروح نخطف جول. لقيت الاهلي نازل ضغط عالي قوي 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 قوي. في الدقيقه 61 انا شفت تصويبه غريبه جدا من طاهر، سيبك من ان هي تلعب بره، انسى الموضوع ده. لكن انا لقيت طاهر قدامه كوكا ووسام والشحات وما فكرش ان هو يبص بعينه ويبصي للثلاثه. هو انا هخش اجري انا هشوطها هنا ليه يا طاهر اللي بالمناسبه طلع مصاب وان شاء الله يطلع اصابته خفيفه ويرجع تاني للملاعب. في الدقيقه 69 بقى كان نفسي جدا الكره اللي كانت نازله من السما دي لامام لوش رجل امام تلبس في وش رجله، لان لو لبست في وش رجله كان جابها جون في 4 تجوان. يعني عواد ده ما كانش هيشوف. عواد لو كان مسك الكوره كان عواد والكوره والشبكه في الجون مثلا، يعني حاجه كده. في الدقيقه 81 ركز بقى معايا، الدقيقه 81 اول مره اشوف كوره على الاهلي. في الدقيقه 81
انا طول ال 80 دقيقه بقول لهشام صاحبي هو فين زيزو، مش شايف زيزو، انا بجد مش شايفه، مش بتريق واقول له ان هو مثلا مش باين وبتاع، لا انا مش شايفه بجد. دقيقه 81 اول هجمه والجزيري بيرفض هديه من زيزو، انا مستغرب جدا ان اصلا الشناوي طلع عليه طلع الغلط دي وبرده الجزيري ضيعها بره. عشان نشوف بقى في الدقيقه 87 اشرف داري بيخش مكان رامي ربيعه. اشرف داري اللي قلت اخيرا كولر بقى اداله الثقه، قال خش يا باشا ورينا. اشرف داري بالمناسبه غير 4 غلطات كانوا قادرين ان هم يخلصوا الماتش 4-0 للزمالك. واضح ان كولر شايف فعلا ان اشرف داري مش منسجم، مش قادر يخش في الجماعيه بتاعت الفريق. المهم انا من اول ما الشوط خلص الشوط الثاني لقيت بقى هشام صاحبي يقول لي ضربات جزاء، قلت له يا باشا مش ضربات جزاء، الاول في اكسترا تايم بعد كده نروح ضربات جزاء. لا يا عم ضربات جزاء، يا عم في اكسترا تايم. لحد لما جه بدا الاكسترا تايم، ايه ده ايه ده ايه ده، هو في اكسترا تايم؟ اه والله طلع في اكسترا تايم. عشان ينزل قفشه في اول الاكسترا تايم عشان يبتدي يمشي الدنيا، وبتبقى هجمه هنا وهجمه هنا وهجمه هنا وهجمه هنا لحد ما شفت شيكابالا نازل. وقسما بالله اول ما شفت شيكابالا نازل عرفت ان احنا خلاص كسبنا، ايا كان بقى كسبنا دلوقتي او كسبنا في ضربات الجزاء. وقد كان يعني. الشناوي اللي اتألق هو وعواد في ضربات الجزاء. لما وصلنا ضربات الجزاء انا مش عارف مين ضيع من الاهلي، فجوزيه جوميز قال لك بس شيكا ميلعباتش هو يخش يجيبها، نعمل سيناريو قصه حزينه قصيره كده عشان نعمل افشخانات في الدنيا، اللي هو احنا خدنا منهم السوبر المصري في الامارات برجل شيكابالا الاباتشي الاسطوره الزمالك ليه؟ شيكابالا من 20 سنه ما بيعرفش يلعب ضربات جزاء، ليه تعمل معاه كده اصلا؟ ضيعها شيكابالا. قال لك يا شناوي ايدك فين يا شناوي؟ قال له ايه؟ ايدي ايه؟ قام حاطها له في ايده. هو الشناوي ما نطش، هو حاطها له في ايده. ما علينا. عشان عمر جابر يضيع ويفوز الاهلي بضربات الجزاء الترجيحيه ويكسب السوبر المصري في الامارات. كده نبقى سوبر لسوبر، وما نقدرش نقول ان السوبر الافريقي تعادله بالسوبر المحلي، لا 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 طبعا. السوبر الافريقي اعلى. هو ده بقى الفرق ما بين الاهلي والزمالك. يعني الزمالك كان يكسبك في ماتش محلي او ماتش دوري يقول لك لا 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 عادي جدا يا باشا، انا كسبتك ايه، انا اصلا في العادي بكسبك. هو ودي اللي عامله ازمه للزملكاويه. عموما مبروك للاهلي وجمهوره، وهارد لك للزمالك، مبروك لبيراميدز البرونزيه للمره الثانيه على التوالي على حساب سيراميكا للمره الثانيه على التوالي. كده اللوست عبد المنعم واللوست ابراهيم، اللوست شحاته ابراهيم عليهم 2 حاجه ساقعه، وبيبسي عليه حاجه ساقعه، وفضحته وبطلته يحلف تاني على الكوره. يا جماعه يا جماعه الكوره دي للتسليه فقط، ما ينفعش انزل قسم بيتهزلوا 7 سماوات عليها. جمعه مباركه عليكم.